ليه ربنا خلق إبليس؟ السلام عليكم. ليه ربنا خلق إبليس؟ السؤال ده بيتكرر كتير. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق إبليس؟ وهل إبليس ده شر محض؟ طب إيه الحكمة من وجود إبليس؟ الحقيقة إن السؤال ده عشان خاطر نجاوب عليه محتاجين نرجع مع بعض لأصل حكاية إبليس. فيلا نرجع لأصل حكاية إبليس. إبليس في الأصل مخلوق من الجن، يعني إبليس مش ملاك زي ما في ناس كتير فاكرة، وربنا سبحانه وتعالى وضح ده في القرآن الكريم صراحة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني إبليس كان أصله من الجن، وكان عنده اختيار زيه زي الإنسان بالظبط، في إيده إنه يطيع ربنا وفي إيده إنه هو يعصي ربنا. إبليس عبد ربنا سبحانه وتعالى زمن طويل، وكان من أكتر الجن عبادة لله سبحانه وتعالى، حتى إن من كتر عبادته لربنا سبحانه وتعالى ربنا رفعه وجعله مع الملائكة في السماء. وطبعا ده مذكور في كتب التفسير زي تفسير ابن كثير وتفسير الطبري. بعد فترة ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم. كل الملائكة سجدت إلا إبليس رفض السجود لآدم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم، ربنا مش بيأمرهم إن هم يسجدوا لآدم سجود عبادة لآدم، لأ، هم بيسجدوا لآدم سجود إقرار بوجود آدم المخلوق الجديد ده، وكمان سجود طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإبليس رفض السجود لآدم، وإبليس لما رفض السجود لآدم ما رفضش عشان خاطر هو مش عاوز يسجد لحد غير ربنا، لا طبعا. إبليس لما رفض السجود لآدم هو وضح السبب وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى سبب رفض إبليس من سجوده لآدم مش إن هو مش عاوز يسجد لحد غير ربنا، لا، هو بيتكبر وبيتعالى على أمر الله، وشايف إن هو من كتر عظمته ومكانته إن هو اتخلق من النار وآدم اتخلق من طين، فآدم ما يستحقش إن أنا أسجد له. ده كان رأي إبليس. فمن أول ما إبليس وضح سبب عدم السجود لآدم عليه السلام اللي كان ربنا سبحانه وتعالى عالم به، هنا غضب ربنا سبحانه وتعالى ولعنة ربنا سبحانه وتعالى أصابت إبليس. طيب هيطلع واحد يقول لك إيه؟ طب ما آدم عليه السلام عصى ربنا زي ما إبليس ما عصى ربنا، ليه غضب ربنا سبحانه وتعالى ولعنة ربنا سبحانه وتعالى تصيب إبليس وما تصيبش آدم؟ الإجابة على السؤال ده إن آدم عليه السلام لما عصى ربنا سبحانه وتعالى تاب وندم ورجع لربنا سبحانه وتعالى، وربنا تقبل توبته، وده مذكور في القرآن الكريم. أما إبليس مفيش دليل واحد إنه تاب لربنا وعاد لربنا، مفيش دليل، ده بالعكس، ده هو تكبر على أمر الله وأصر على عدم السجود لآدم وتحدى ربنا سبحانه وتعالى. ومفيش دليل على سجود سجود إبليس لآدم، ومفيش دليل على إن إبليس تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. واللي عنده دليل إن إبليس تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى يقدمه. بعد ما إبليس تكبر على أمر الله سبحانه وتعالى وعصى أمر ربنا سبحانه وتعالى ووسوس لآدم بالمعصية، ربنا سبحانه وتعالى قضى إن هم كلهم ينزلوا من الجنة للأرض وإن هم يخرجوا من الجنة. هنا إبليس طلب من ربنا سبحانه وتعالى طلب، قال إيه؟ قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يعني يا رب سيبني عايش على قيد الحياة لحد قرب يوم القيامة، ما تقبضش روحي إلا قرب يوم القيامة. ده كان طلب إبليس. وطبعا لهوان الدنيا على ربنا سبحانه وتعالى، ولأن الدنيا عند ربنا لا تساوي جناح بعوضة، ربنا اداله طلب اللي هو عاوزه. مش انت عاوز الدنيا يا إبليس؟ خدها، ولكن تحمل بقى في الآخرة عقابك وجزاء فسادك وإفسادك في الحياة الدنيا. بعد ما عرفنا قصة إبليس، عاوزين بقى نسأل سؤال: إيه الحكمة من وجود إبليس في الدنيا؟ الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه مختار، يعني عنده حرية الاختيار.
اختار الخير او اختار الشر. وانا مش هعرف اختار غير لما يكون قدامي طريقين، لازم اختار امشي في واحد فيهم، اما طريق الطاعه او طريق المعصيه. وابليس هو الغربال اللي هيغربل ذريه ادم عليه السلام. مش وجود ابليس اللي هو موجود عشان خاطر يجرنا للنار، لا، هو ده اللي هيميزنا من بعض، مين فينا كويس ومين فينا سيء. انا اتشبه بادم عليه السلام، اطيع ربنا سبحانه وتعالى واعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولو اخطات اتوب واندم وارجع لربنا فيكون جزائي الجنه. وفي غيري هيختار ان هو يتشبه بابليس، يكابر ويصر على المعصيه، فيكون في الاخر جزاؤه النار. فايه الحكمه من وجود ابليس؟ هو الغربال اللي هيغربل ذريه ادم من بعضها حتى يميز الخبيث من الطيب. وللاسف في بعض الناس متخيله يعني ان ابليس مسيطر على حياتنا بطريقه كبيره، وان هو بياخدنا للنار غصب عننا، مع ان حقيقه ابليس اصلا عكس كده تماما، هو اضعف من كده بكتير. ايه الدليل؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم ووصف حال ابليس يوم القيامه، هيقول ايه للناس في النار. ربنا قال في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني إبليس بيقول لهم أنا أصلا ما كانش لي عليكم سيطرة ولا سلطان، إلا إن أنا بس قلت لكم المعصية بالوسوسة وإنتوا اللي كملتوا. طيب بعض الناس تقول لك إيه؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قضاش على إبليس وموته من أول لحظة وريحنا من كل ده؟ لو كان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده فعلا كان برضه هيطلعوا يعترضوا ويقول لك ايه؟ طب ليه ربنا موته وما ادالوش فرصه واداله عمر ما كان ممكن يتوب ويعود لربنا سبحانه وتعالى؟ اصل في ناس كده دورها ان هي قاعده تعترض على امر ربنا وبس. اخر حاجه عاوز تعرفها ان ابليس اتخلق عنده اختيار، يختار الطاعه او المعصيه زي الانسان بالظبط، لكن هو اللي اصر واستكبر على امر الله واختار المعصيه، مع انه كان في ايده فرصه ان هو يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى زي ادم، وكان ربنا هيتقبل توبته، لكن هو اصر على المعصيه واختار التكبر على امر الله سبحانه وتعالى. والانسان برضو مختار وعنده حريه الاختيار، في ايده يختار طاعه الله وفي ايده يختار معصيه الله. والشيطان لما اختار معصيه الله استحق النار في النهايه واستحق الخلود في النار. فهنا بقى السؤال المهم اللي هنختم بيه النهارده، مش ايه الحكمه من خلق ابليس او مش ليه ربنا خلق ابليس، لا، السؤال الحقيقي انت هتختار ايه. واخر حاجه نختم بيها اننا نسال ربنا سبحانه وتعالى انه يكفينا واياكم شر الشيطان وشر مكائد الشيطان، ويجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.